وانجن، أكاد وجن. يا مجنون يا كرة القدم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم في الحلقه الجديده من عقل كروي. النهارده هنتكلم عن مباراه الاهلي والاتحاد السكندري. بسم الله الرحمن الرحيم. المباراه سيئه جدا، ممله جدا، ضعيفه جدا، سيئه المستوى من النادي الاهلي وسيئه المستوى من نادي الاتحاد السكندري. التشكيل: محمد الشناوي في الجانب اليمين، عمر كمال، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم في الجانب الايسر، كريم فؤاد في وسط الملعب رقم 6 مروان عطيه، على اليمين كان اكرم توفيق رقم 8، وعلى الشمال امام عاشور مهاجم كهربا، وعلى الشمال احمد عبد القادر، وعلى اليمين حسين الشحات. الناحية التانية الكابتن طارق العشري مدرب نادي الاتحاد السكندري بدأ بطريقة 5-3-2 وقافل الملعب تماما. الشوط الأول كان سيء جدا، مفيش أي حاجة تذكر، مفيش أي حاجة تتقال غير حاجة واحدة بس كولر حاول يلعب عليها، إنه كان بيحاول يعمل ضغط على الجانب الايمن بان هو بيخلي عمر كمال واكرم توفيق يتبادلوا الجبهه ديت، واحد يطلع قدام شويه يخش جوه ال 18 اللي هو اكرم توفيق، وعمر كمال يكمل من ورا، وحسين الشحات كان بيخش في العمق، هو احمد عبد القادر بيخش للعمق، او ان اكرم يرجع يدافع وعمر كمال يكمل لحد اخر الخط. بس مفيش اي حاجه تذكر في الشوط الاول، كان في عشوائيه كبيره جدا من الفريقين في الشوط الاول. بالنسبه للشوط الثاني المباراة ما فيهاش اي حاجة، ما زال الاداء سيء حتى بعد التغييرات او التبديلات. حصل لخبطة، كرة شمال يمين تتخبط تيجي لاكرم توفيق على ال 18 اللي كان ليه تعليمات محددة ان هو يخش بالعمق زي حمدي فتحي زمان. اكرم كان بيخش العمق، شاط كوره وفي الاخر الفار لغاها لان كان في فعلا فاول مباشر على عمر كمال عبد الواحد. كمان كان في ضربة كوع من لعيب الاتحاد، خد على اثرها انذار. اللعبه دي كانت ممكن تستوجب طرد. كانت في الدقيقه 41 من الشوط الاول. الهدف بقى جه عن مهاره قويه جدا لحسين الشحات، رقص الباك الشمال وعدى منه ولعبها بالعرض بالمقاس على راس كهربا، حط جون، وده الهدف الوحيد. بعد كده نزل قفشه مكان امام عاشور، نزل ديانج مكان مروان. خبرة لعيبة النادي الأهلي هي اللي مشت المباراة. اللعب الاقتصادي، قفشة ادى استحواذ شوية للعيبة لكن ما عملش هجمات قوية للنادي الأهلي، ولعيبة النادي الأهلي خلصت المباراة زي ما هي عايزة وخدت ال3 نقط وقالت سلام عليكم والموضوع انتهى. كابتن طارق العشري ما قدمش أي حاجة. في حاجة وحيدة بس، الشناوي كان طالع غلط في ضربة عرضية لعبها وقعت منه غلط، فالشناوي لازم يرجع لفورمته واحدة واحدة ولازم يقف على رجليه تاني. ألف مبروك للنادي الأهلي، ب3 نقاط، وصل للنقطة 39 في مطاردة بيراميدز. نشوفكم في حلقات جديدة من عقل كروي.